انا بحب السفر. وانا بحب السفر. بحب السفر. وبحب السفر. انا بحب السفر. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find. تسافر لوحدها في حياتها تجرب. ده انا دفعت 100 يورو. عزيزتي المرأة بجد سيبوهم يعني، سيبوا بناتكم رجاء يسافروا. قررت لما لقيت ان في بنات كتير قوي بيسافروا وبلاقي صور حلوه قوي وحاجات حلوه قوي، فبقول هي الناس دي بتعمل كده ازاي، اللي هو ازاي كده مسافرين ولوحدهم. فقلت خلاص ما دام هم يقدروا انا كمان اقدر. اول مره اسافر لوحدي كان وانا عندي 29 سنه، كانت من الحاجات اللي نفسي اعملها قبل ما اوصل لسن ال30. ده تقريبا بدأ من 7 سنين ولا حاجه، ان انا حسيت ان انا اقدر اواجه حاجات كتير ممكن تقابلني في السفر. وانا عندي 10 سنين كنت رحت رحله المدرسه الحديقه الدوليه، ولقيت المكتات بتاعه العالم كله، فكتبت انا اعيش في هذا العالم الكبير عندما اكبر ساذهب اليه ليراني. وبدات فعلا احط خطه ان انا عايزه الف العالم كله. بعد المدرسه جات لي منحه اني ادرس في جامعه في ماليزيا، كان معايا ناس هنا من مصر مسافرين معايا. اكتر بلد حسيت انها قريبه من قلبي قوي هي سلوفينيا، لان انا عملت فيها حاجات كتير لاول مره في حياتي. لان بكل بساطه بالي تقدر تلاقي فيها كل حاجه. بالنسبه لي لقيت الغطس ولقيت اي حاجه ادفنتشرز زي مثلا زيب لايننج، رافتنج وكده. في حاجات كلتشرال الناس بتاعتها كويسه، وطبعا على قد جيب المسافر المصري على قد الحياه. طبيعه حلوه، بيوت جميله، ناس راكبه عجل، جنسيات مختلفه، تشوف كل الشعوب، كل الاكلات، كل حاجه نفسك تعملها فيها هتلاقيها في امستردام. اليونان الاكل يا جماعه وهم. الكالتشر نفسها بقى بتاعت هيركليز بقى وزينه والحاجات دي برضو بتدي التاتش كده مختلفه قوي بجد. الاكوادور هي الطبيعه فيها تجنن وفيها براكين everywhere. مش بحس اني خايفه وانا مسافره، بالعكس بحس احساس مختلف بمغامره وادرينالين ان انا رايحه مكان جديد ومختلف. فرحانه بالعكس، ده وانا مسافره لوحدي بكتشف نفسي وبحس ان انا سعيده ومبسوطه ومستمتعه بكل حاجه حواليا. بس اول ما بوصل البلد اللي انا رايحاها بيكون في رهبه كده وصول مكان جديد انا مش فاميليير بيه. عندي نفس الثيوريز اللي عند بنات كتير، اللي هو يا نهار ابيض هتخطف، يا نهار ابيض في حد هيعمل فيها حاجه. سو اكشلي ده مش حقيقي. يعني انا شايفه ان اي بنت طالما عارفه تسرفايف في مصر تقدر تسرفايف في اي حته ثانيه حقيقه. كان عندي قناعات زائفه ان السفر ده بتاع الناس الاغنياء بتاع الناس الفاضيه. ان السفر ده حاجه غاليه قوي وما فيش اي حد كده عايز يسافر يعني صعبه. اتخليت عن خروجات، بقيت ادي للسفر اولويه اهم. اتخليت عن ان انا اشتري اكل في الشغل عشان احوش. ممكن مثلا ابقى محتاجه اغير الموبايل بتاعي بس اجل الخطوه دي شويه عشان اسافر. السفر غير طريقه تفكيري وفهمني ان الحياه it's about collecting moments not things. شفت ان ده كله كلام فاضي وانا بلف العالم اهو بنفس المرتب وبنفس جدول اليوم. ان انا ما بقتش بحكم على اي حد. نظرتي للحياه عموما اختلفت. التعلق بالحاجات الماديه بصراحه قل كتير جدا عن زمان. بقيت مقبله اكتر على الحياه، ان انا قادره احافظ على التفاؤل والايجابيه في حياتي في ظل يعني الظروف الصعبه اللي المجتمع عايش فيها دلوقتي. حريه، عشق، ادرينالين، مدرسه، اكسبيرينس، خبره فظيعه. اقول لكل بنت ان انت لازم تجربي في حياتك مره انك تسافري لوحدك. اوعي ترجعي في كلامك، خليكي واثقه في نفسك، هتاخدي اكسبيرينس بحياتك كلها. ما تخافيش. السفر فيه مواقف كتير قوي بتنمي الشخصيه وبتعلمنا حاجات مختلفه. سيبوهم يسافروا ويتعلموا. حتى لو انت بتحبي تسافري مع اصحابك واهلك لازم في حياتك تجربي تسافري لوحدك، ولو هتسافري لوحدك تشجعي وثقي في نفسك عشان انت فعلا هترجعي بتجربه من احلى التجارب اللي مريتي بيها في حياتك. مهما فضلنا قاعدين في نفس المكان عمرك ما هتتطور. هم لما يسافروا هياخدوا خبره اكتر، هيعيشوا حياه احلى، هيتبسطوا اكتر، اختياراتهم نفسها تبقى احسن بكتير. ما تخافوش على بناتكم السفر، سيبوهم يسافروا ويكتشفوا نفسهم ويكتشفوا العالم. ما تحرموهاش من حقها كإنسان إن هي تكتشف الأرض الجميلة اللي ربنا خلقنا عليها. هيرجعوا شخصيتهم أقوى ويقدروا يواجهوا كل حاجة هتقابلهم في المجتمع. هم قادرين ان هم يعتمدوا على نفسهم هم بره. احنا عارفين ان انتوا بتحبونا، لكن الحب الزياده ممكن يقتل. العمر واحد والرب واحد، بس انتوا سيبونا نكتشف ونفهم رحلة الحياة. سافري 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 سافري. كل البنات دي قدرت تتحدى الظروف وتسافر، انت كمان تقدري تسافري.